انا عبير، سني 52. كنت بشتكي طبعا بعناية مش شايفة خالص وضبابة في عيني الاتنين. وطبعا قمت باجراء عملية بيضة، ومش عايزة اقول دلوقتي بشوف الدنيا جميلة جدا وصافية والالوان مش باهتة، وبشوف من مسافات بعيدة قوي قوي، والحمد لله يعني، والبركة في الدكتور هشام، وبصراحة مش هلاقي زيه. العمليات كانت سهلة ولا صعبة؟ مفيش 5 دقايق، ولا حسيت حتى بنج ولا باجراء عمليه، ولا من بعد العمليه. قعدت يا دوبك 3 ايام ولقيت بمارس حياتي الطبيعيه عادي خالص خالص، ولا في ضبابه، وشفت عادي التلفزيون وشفت المشي ومفيش اسبوع وعملت العمليه التانيه في عيني التانيه. كنا بنلبس نظارة شكلها ايه؟ لا النضاره كنت كعب كوبايه. وحاليا دلوقتي بشوف كويس قوي ومسافات بعيدة قوي، لدرجة ان انا بشوف يعني مقاسات محدش بيعرف يشوفها. طيب مدام عبير، الفكرة ان احنا كان عندنا 3 حاجات. اولا بص النظر الشديد، ثانيا ميه بيضاء تقيلة قوي، ثالثا ميه زرقاء وهي ارتفاع ضغط العين. ولكن عشان الميه الزرقاء كانت متحكم فيها كويس قوي بالقطرات، فاحنا قررنا سوا كفايه قوي نعمل العملية بتاعت الميه البيضاء، ازالة الميه البيضاء وزرع العدسة واستكمال علاج الميه الزرقاء بالقطرات بتاعتنا عشان نحافظ على العصب البصري. ده اللي تم الحمد لله. العمليه كانت 4-5 دقائق كل عين. النظر فرق جدا، شايفين 6/6 الحمد دلوقتي بعد لله. ما كنا تقريبا خيال في اليمين، شايفين كام متر بس في الشمال. لله الحمد. الحمد لله. كملنا على اطرافنا عشان ما ننساش ان احنا لازم نحافظ على العصب وحملنا على السلامه. الحمد لله، وشكرا يا دكتور هشام، وشكر جامد يعني. الحمد لله. ربنا يخليك، شكرا.